إله إلا لهسه وجيء هذا زول يقدر يتلي ما في لهسه قاعدين الناس في جهوية قبائل وما عارفين ولا عارفين وما مصدقين بإنه ما في قبيلة أرجل من قبيلة. عليك الله أن لبتين نقول في جهوية يا أخي ربنا ذاته كرمانا يا أخي وخلقانا في الدنيا ده عشان نتحبوا ونتعايشوا بيناتنا. لا هسه في ناس دخلوا لهم في عقولهم وخلوا لهم كراهية في قلوبهم إنه قبيلة أحسن من قبيلة. ما في قبيلة أحسن من قبيلة وما في زول أفضل من زول، كلنا مكرمين عند الله. شوفانا يا أخي الشوفة حقنا بدل ندخلوا فوقهم محبة ومودة بيناتهم نزرعوا فوقهم الكراهية وخصب أنك تحتاج للقبيلة الثانية والقبيلة الثانية يحتاج للقبيلة الثانية مهما عملت، لأنه ربنا جاب لنا المحبة والمودة بيناتنا. كم في شنو ذاته أي ناس ربنا خصص لهم حاجة معينة كده يتداولوها بين القبائل، والقبائل خصبة أنهم يشابهوا وتهب بيناتك، يدخلوا فوقك زراعة في عقلك إنه قبيلة أحسن من قبيلة وقبيلة أصل من قبيلة. ما في قبيلة أفضل من قبيلة لأنه ربنا قال قبائل، انت افضل من ياتو قبيله، ما في قبيله افضل من قبيله واي قبيله يحتاج للقبيله. وما في زول يقول لك انت سوداني ما سوداني سرتك مدفون في السودان ده معناه انت اغني نفسك انت سوداني مش تغني الناس التانيين. وخليك من الارقام الوطنيه والبطاقه الشخصيه الدوله بتثبت انت سوداني. مشيت اي دوله مديته بيحترفوا بك كسوداني. اخيك يا اخي عشان كزبانجو نفرين يشاكلوا بس خلات ما خلات ده قتل ده يجي 500 نفر يتماوتوا، نفرين ما قادرين يحلوا مشاكلهم. ليه؟ هم ما جايين عشان يشاكلوا انه النفرين ده، جايين عشان يوروا ان احنا اصليين وانتوا توشنين وانتوا ان احنا رجال وانتوا ما رجال. ده ما في رجاله، ما في مشاكل. رجاله في الزول اللي بيحل المشاكل، الزول النيته السمحه، الزول اللي بدخل النية والمحبة والمودة بين القبائل وبيحب القبائل وبيفتخر بك انك سوداني يعني. ده الزول اللي بقول له ارجل زول لانه نيته صافية وشغال بحكمة. لما يقول لكم اولو الامر منكم معناه زول بيحل المشاكل ما بيحب المشاكل. الزول بيحب ان السودان يكون فيه غير. نحن كسودانيين نحب بيناتنا ونزرع الحب بيناتنا، ولما تشوف اخوك سوداني اي قبيله ان كان تفتخر به وتجنب. خشوا الاسواق يا اخي نحن الموده والمحبه بيناتنا، جيب له شاي جيب له مويه يا اخي. نحن يا اخوانا يتقوا الله يا اخي، الله يتقوا الله. دخلوا المحبه يا اخي، دخلوا المحبه بيناتنا لحسه في اشياء كده ما يزرعوها علينا في قلوبنا ونخليها لاطفالنا تاني يقوموا بها يا اخي. نحن دايرين نزرع المحبة والمودة بيناتنا عشان الأطفال لما يقوموا يلقوا حياة كريمة وسعيدة. الدول اللي تشوفهم ده ما في زول هسه بقدر بحدد ليه في أمريكا فيها قبيلة، كلهم تشبكهم خواجات بس. انتوا هسه قاعدين لنا في قبائل وما قبائل يا أخي. يا خلق الله يتقوا الله يا أخي. أخاف الله واقتني بنفسك إنك أنت سوداني ومولود في السودان وأنت ذول قبيلتك ما قبيلتك، أنت ما أنت أصلي ولا أنت أصلي عند ربنا ما عند المخاليق يا أخي. دخلوا يا اخي.